علماء النفس بقى لما جم يوضحوا أو يحطوا مفهوم للصمت العقابي، قالوا إن هو إساءة عاطفية وابتزاز نفسي وشكل عدواني سلبي من أشكال السلوك. وبيتم التعبير بين الأشخاص اللي واحد فيهم قرر إنه يسلك سلوك الصمت العقابي مع الآخر عن طريق الإيماءات غير اللفظية، يعني بالعين كده، بالمشاورة. وأحيانا كتير بيوصل بالأشخاص إن هم يرفضوا الاعتراف بوجود الشخص اللي هو زعلان منه ده وكأنه مش موجود وغير مرئي. أوقات كتير الصمت العقابي بيحصل بين المتزوجين المرتبطين، يعني مثلا شخص وخطيبته أو يعني بنت وخطيبها. كتير 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 بيحصل بين الآباء وأبنائهم لما أنا أحب إني أعرف ابني إن هو عمل حاجة غلط، فأبدأ إن أنا أعاقبه بالسكوت والصمت والتجاهل. وأحيانا بيحصل بين الأبناء لآبائهم.